السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية تعييني كرئيسة قسم حصلت لي بعض المشاكل في بداية عملي. أول مشكلة حصلت لي في أول أسبوع داومت فيه. أول ما داومت طلبت كشف بأسماء معلمات الرياضيات علشان أحط خطة الجدول. من ضمن الأسماء كان في معلمة جدولها هو ما تغير من 11 سنة، كانت تاخذ جدول واحد ولا تقبل انها تاخذ اي مرحلة غير اولى وثانية، بس اولى وثانية كل سنة. طبعا انا استغربت من هذا الشيء وفورا غيرت جدولها، اعطيتها ثبت لها مرحلة وغيرت مرحلة ثانية اعطيتها 5 على طول. فلقيت هذه المعلمة داخل علي منهارة من البكي وهي تدعي علي بوجهي. تخيلوا، أنت ضربتيني ضربة قوية، أنت مدري شنو، أنا طول عمري أولى وثانية، أنا ما أقدر أخذ غير هالمرحلتين، رجعيني هالمرحلتين أولى وثانية. فرفضت تماما هذا الطلب وسألتها مستغربة شلون أنت بقيتي طول هالسنين هذه تدرسين بس هالمرحلتين أولى وثانية؟ فقالت لي ان انا شاطرة بالكمبيوتر ورؤساء الاقسام يعتمدون علي اني اسوي لهم كل شيء، فاذا انت تبيني اسوي لك اي شيء، شغلك ملفاتك، فانا حاضر، بس خليني اولى وثانية. وانا كنت احب ارسم خططي بنفسي واسويها بنفسي بايدي، ما حد يسويها غيري، بحيث اني ارسم خطة الفصل الاول كاملة، اعرف انا شنو ابي من المعلمات طول الفصل واخليهم هما يعرفون شنو المطلوب منهم طول الفصل. فكنت أرسم خططي على أوراق ملونة، نسخة عندي ونسخة عند المعلمات، فيعرفون اليوم الفلاني يجيبوا لي دفاتر التحضير، اليوم الفلاني يجيبوا لي شغلهم الضعاف، اليوم الفلاني، وهكذا. فلما ما لقت مني هذه المعلمة أي فايدة دعت علي هذه المعلمة وجها لوجه. وعلى فكرة هي ممكن الحين تتابعني لأنها هي من متابعين وتسمع وتشوف وتدري. فلما دعت علي أنا تبسمت بوجهها، قلت لها شوفي الحين أنتي تدعين علي، خذي راحتك، بس بعدين راح تتذكريني سواء كنت موجودة ولا طلعت وراح تدعي لي. قلت لها شلون راح تصيرين رئيسة قسم؟ شلون راح ترضين على نفسك أنك تظلين محلك سر أولى وثانية ابتدائي؟ وقلت لها راح أحط لك خطة زيارات تدخلين فيها على زميلاتك وتتعلمين منهم. فقالت لي شلون أزورهم وأنا بهالعمر هذا؟ شلون أزورهم كأني معلمة جديدة؟ قلت لها أوكي. ثاني يوم من بعد هذا الكلام سويت اجتماع حق كل القسم وقلت وتكلمت، وكان من بين في القسم هذه معلمة وافدة كانت معاي معلمة قبل لا أصير أنا رئيسة قسم. واثناء الكلام اثناء الحوارات في هذا الاجتماع قلت لهم اللي درسني كرئيسة قسم وتعلمت مفاهيم المتوسط والثانوي من استاذة الموجودة استاذة ناهد، هي اللي علمتني، وما استحي اقول هذا الكلام حتى لو انا وزيرة. فالانسان كل ما كبر او كل ما ارتقى في وظيفته محتاج يتعلم اكثر، ومو عيب ان احنا نتعلم من بعض. وممكن أنا لو أزور واحدة أشوف عندها وسيلة تعجبني، أشوف الثانية عندها فكرة تعجبني، الثالثة عندها شيء يعجبني. الشطارة أني أتعلم من هذيل الثلاثة وأكون أنا شخص مختلف أحمل كل هذه المهارات الناجحة. وبعد الاجتماع سلمت هذه المعلمة جدول زيارات، خليتها تزور بالأسبوع 3 مرات وخففت عنها الجدول، يعني أعطيتها صف ثانية وصف خامس وكملت نصابها زيارات. ومرت السنين وترقيت إلى وظيفة إدارية ثانية. بعد سنين طويلة لقيت اتصال من نفس البنت هذه وهي الحين من أفضل المعلمات، تقول لي أبلة ربدة تذكرين لما دعيت عليك وقلتي لي راح تدعي لي؟ قلت لها نعم. كانت تقول لي لحد الحين أنا أدرس خامس ومتمسكة بخامس وأدعي لك. وهذه المعلمة موجودة حاليا وتسمعني وزميلاتها كلهم يسمعوني. وهذه المشكلة الأولى اللي واجهتني لما تعينت رئيسة قسم. أما المشكلة الثانية
جتني معلمة من نفس القسم، قسم الرياضيات اللي كان يتكون من 16 أو 17 معلمة ذاك الوقت. دخلت علي فلقيتها تتكلم بأحد زميلاتها اللي عمر معاها من سنين، وتقول لي هذه عيبها كذا وهذه عيبها كذا. سمعتها وقلت لها طيب، وسمعت كلامها وما علقت عليها أبدا. لكن في وقت الاجتماع، وهو الاجتماع الأسبوعي للقسم، بعد ما ناقشت بعض الأمور الفنية والإدارية في الاجتماع، قلت لهم أنا سمعت كذا وكذا وكذا وكذا، كل اللي قالته لي قلته بالاجتماع. فابتدوا المعلمات يسألوني منو اللي قال. فقلت لهم قالت واحدة فيكم هذا الكلام، واللي قالت لي أتمنى يكون عندها الجرأة أنها تقول نفس الكلام قدام الملأ، لأني ماني من رؤساء الأقسام أو الناس اللي تحب تسمع من وراء زميلاتها اللي عندها شيء تواجه فيه الغير، لكن لا تتكلمون عن بعضكم عندي، لأن من النوع اللي ما يسمع ولا احترم من تتكلم عن الغير في ظهرها. احنا في هذه المدرسة كلنا في مركب واحد، وكلنا جايين نشتغل ونبتغي أيضا وجه الله في هذا العمل. فأحب لما يكون عندنا قصور في أي وحدة فينا، أنا ولا أنت ولا أي أحد فينا، نواجه بعض، نتكلم عشان نحل هذه المشكلة، لكن ما نطعن فيها بعض. فلا أحد يجي منكم ينقل لي عيب الآخر، يا يعني يكون عنده الجرأة أنه يواجه الشخص الآخر ولا لا يجي يتكلم. طبعا هذه المعلمة ما تكلمت ولا رددت اللي قالته من الأول، لكنها عملت زوبعة وبكت وراحت عند المديرة وقالت أنا بنتقل، هذه رئيسة القسم تشد علي. هذه ما كملت أسبوع إلا هي طالعة من المدرسة. وهذه بعض العيوب اللي موجودة في كل الوزارات. راح تلقى اللي ينقل لك عيوب غيره ويغض النظر عن عيبه، وراح يلقى اللي يسمع، وراح تلقى الناس اللي يونك كمسؤول يحاولون يسوون لك أعمالك ويخلصون لك شغلك، لكن بالمقابل لازم تغض النظر عن عيوبهم. كل هذا واقع موجود في كل مكان. وصلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم عليه.